إن تاريخ الأقوام السابقين مليء بالكثير من العبر والعظات. في قديم الزمان، وبالتحديد في أرض اليمن، كان هناك رجل يقال له سبأ، وكان سيد تلك البلاد، وكانت تتبعه الكثير من القبائل، وكانوا يعيشون في نعم عظيمة وأرزاق واسعة. ومن قدرة الله سبحانه وتعالى أن جعل لهم جنتين عن اليمين والشمال، ودعاهم سبحانه أن يأكلوا من رزقه وأن يشكروه على نعمه، فكان ردهم أن جحدوا ورفضوا أن يشكروا الله جل وعلا على ما أنعم به عليهم، وكفروا بالله وكذبوا أنبياءهم، فعاقبهم الله تعالى أشد العقاب. فمن هم قوم سبأ؟ وكيف جحدوا نعم الله عز وجل عليهم؟ وكيف عاقبهم الله عز وجل وأهلكهم؟ سيل العرب وهلاك قوم سبأ. كان هناك رجل في بلاد اليمن اسمه سبأ، وكان أول من ملك اليمن، وكان اسمه الحقيقي عبد شمس بن يشجب، وسمي سبأ لأنه أول ملك من العرب سبى أعداءه. وكان يقال له الرائش لأنه كان يعطي الناس الأموال من متاعه، وسميت باسمه قبيلته سبأ. وكانت قبيلة مساكنهم كثيرة ومتعددة، وكانت بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام من هذه القبيلة. عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال: إن رجلا سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن سبأ ما هو؟ فقال الرجل: يا رسول الله، ما سبأ، أرض أو امرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب، فتيامن منهم 6، أي من سكن منهم اليمن، وتشاءم منهم 4، أي من سكن منهم الشام. فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعرون وحمير وكندة ومذحج وأنمار. وكانت بلاد سبأ في نعم كثيرة غامرة، فقد أعطاهم الله جل وعلا من كل شيء، وأغدق عليهم من كل النعم، فأقاموا حضارة متقدمة من أعظم الحضارات في هذا الوقت. وكان لهم واد عظيم تأتيه السيول الكثيرة من كل مكان، وكانت المياه في زمانهم تجري ما بين جبلين عظيمين. فأمر سبأ بإنشاء سد منيع عند مدينة مأرب، سمي ذلك السد بسد مأرب، وكان ذلك السد بين جبلين عظيمين. وأخذوا يتحكمون في مياه السد في ري أراضيهم، وفي ري بساتينهم التي كانت عن يمين ذلك الوادي وشماله، حتى تمكنوا من إنشاء الجنات والبساتين التي امتلأت عن آخرها بالأشجار المثمرة على جانبي السد وامتداده، حتى إن المرأة منهم كانت تضع المكتل على رأسها، وكانت تمر وسط تلك الجنات، فيمتلئ مكتلها بالفاكهة والخضراوات الرائعة، دون أن تقطف المرأة بيدها شيئا من على الأشجار، وذلك لكثرة الثمار ونضجها. ولم يكن في بلادهم شيء من البراغيث ولا الدواب المؤذية أو شيء من الهوام، وذلك لصحة هوائهم وطيب عيشهم، وعناية الله بهم ليعبدوه ويوحدوه. وفوق كل ذلك، فقد وعدهم الله جل وعلا إن شكروه أن يغفر لهم ويرحمهم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: بلدة طيبة ورب غفور. ومن النعم التي أنعم الله عز وجل بها على أهل سبأ أن الله تعالى لما احتاجوا في تجارتهم ومكاسبهم إلى أن يذهبوا إلى الأرض المباركة، هيأ الله عز وجل لهم الأسباب التي تجعلهم يسافرون إليها في أمن وأمان ويسر وسهولة. والأرض المباركة قيل هي أرض الشام، وقيل أرض صنعاء. فكانت القرى متواصلة متصلة ببعضها بسهولة وقرب، حيث يسافر الرجل فلا يشعر بوحشة ولا خوف، لأن القرى كانت كلها بجوار بعضها من كثرة أشجارها وزروعها وثمارها واتصالها ببعضها، بحيث يسافر المسافر فلا يحتاج إلى أن يحمل الماء أو الطعام، فإنه لا ينزل في مكان إلا وجد الطعام والشراب والثمرات، وكان يقيل في قرية ويبيت في أخرى. ولهذا قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق إبليس عليهم ظنه بإغوائه لقبيلة سبأ، فقد أطاعوا إبليس باستثناء فريق منهم، فأعرضوا عن الله عز وجل وأعرضوا عن عبادته وبطروا النعمة وملوها. ومن شدة ظلمهم وعدوانهم على نعم الله تعالى أن طلبوا من الله تعالى أن يباعد بين أسفارهم أن يباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها ميسورا سهلا قريبا، وظلموا أنفسهم بكفرهم بالله تعالى وبنعمته، فما كان من الله تعالى إلا أن مزقهم وفرقهم وشتتهم وعاقبهم بهذه النعمة التي أطغتهم وجعلتهم جاحدين متكبرين متبطرين، فأبادهم عليها. وكان من ملوكهم بلقيس التي جرت لها قصة مع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، انتهت بإسلامها لله تعالى وإيمانها مع سليمان لله رب العالمين، وانتهت بدخولها في دين الله تعالى مع سليمان كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة النمل. لكن أهل سبأ بعد موت بلقيس كفروا بالله تعالى وأشركوا به وبطروا وبغوا وطغوا، فحقت عليهم سنة الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلما كفروا أوقع الله عز وجل بهم العذاب الشديد، حيث دمر الله تعالى عليهم سد مأرب وأرسل عليهم ما كان وراءه من ماء، فكان سيل عظيم مدمر سماه الله تعالى في القرآن سيل العرم. فأرسل الله تعالى عليهم سيل العرم الجارف الذي يحمل العرم في طريقه، وهي الحجارة شديدة التدفق، فهدم عليهم مساكنهم ودفنها، وأغرق الجنات والبساتين، وأهلك الأشجار والثمار، وبدلهم الله تعالى بجنتين لا خير فيهما، وتبدلتا كالصحراء تناثرت فيها الأشجار التي لا ثمر لها، بل تحمل شوكا جزاء لهم على كفرهم بالله وعنادهم. وأزال الله عز وجل عنهم تلك النعم بسبب ما كسبوا من الكفر بالله تعالى. فلما فطنوا لذلك رصدوا عندها السنانير، فلما بدأت الجرذان تحفر في أصل السد سقط وانهار فسلك الماء القرار. أما عن تفاصيل إهلاك سبأ وأهلها فقد ذكرها المؤرخون فقالوا: إن سبب تدمير السد إن الله عز وجل لما رأى أن أهل سبأ قد كفروا به تعالى وبغوا وجحدوا نعمته ولم يشكروه على نعمه، أرسل الله عز وجل الفأر على أصل السد وهو الجرذ ويقال الخلد، وأخذت تنخر في السد، فقام أهل سبأ وجعلوا على كل مكان من السد هرا أي قطا للحراسة، فلم تغن شيئا إذ قد وقع القدر ولم ينفع الحذر. فلما جاء موعد الهلاك تغلبت الفئران على القطط ونخروا في السد ليهدموه، فشاهد ذلك أحد زعمائهم وهو عمرو بن عامر، فأيقن بقرب الهلاك، فجلس يفكر في وسيلة يستطيع من خلالها أن يحصل على ثمن أراضيه وأملاكه، فدعا ابن أخيه وقال له: إذا جلست الليلة في نادي القوم فأتني، سأقول لك ليس عندي مال لك ولا ترك أبوك شيئا وإنك لكاذب، فإذا أنا كذبتك فكذبني وردد علي ما قلت لك، فإذا فعلت ذلك فإني سأشتمك فاشتمني، فإذا شتمتني لطمتك، فإذا أنا لطمتك فقم إلي فالطمني. فقال له ابن أخيه: ما كنت لأستقبلك يا عم بذلك. فقال له: بلى افعل، فإني أريد بها صلاحك وصلاح أهل بيتك. فقال الفتى: نعم. فجاء فقال ما أمره به عمه حتى لطمه، فتناوله الفتى فلطمه. فقال الرجل: يا بني فلان ألطم فيكم؟
مستحيل أن أسكن في بلد لطمني فيه فلان أبدا. من يشتري مني دوري وأرضي وعقاري؟ فلما عرفوا منه الجد اشتروا منه كل ما يملك. ولما صار المال معه وجهز نفسه وأهله للخروج والسفر، نادى قومه وقال لهم: أي قوم، إن العذاب قد أظلكم وزوال أمركم قد اقترب، فمن أراد منكم دارا جديدا وجملا شديدا وسفرا فليلحق بعمان، ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير فليلحق ببصرى، ومن أراد منكم النخل والنخيل فليلحق بيثرب، وهي المدينة المنورة فيما بعد. فخرج بعضهم وتفرقوا في البلاد، فمنهم من ذهب إلى عمان، ومنهم من ذهب إلى بصرى، ومنهم من ذهب إلى يثرب، وهم الأوس والخزرج. أما سبأ فإن الله عز وجل أرسل عليها السيل، حيث تمكنت الفئران من هدم سد مأرب، فاجتاحت مياه سيل العرم ما يملكونه من جنات، وأتلفت أشجارهم وزروعهم وثمارهم، وبادت تلك الحضارة وزالت وانقرضت بسبب كفر أهلها وبطرهم. ولهذا قال الله تعالى عنهم: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فبدلا من تلك الجنات والثمرات والفواكه والخضروات بدلنا تلك النعمة إلى رديء الثمار والأشجار. فقال تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. والخمط هو الثمر المر، وقيل هو البشع الذي لا يؤكل. والأثل شجر يشبه الطرفاء من شجر البادية لا ثمر له. والسدر هو شجر النبق، وكان أجود هذه الأشجار. فلما أصابهم ما أصابهم تفرقوا وتشتتوا وتمزقوا بعدما كانوا مجتمعين، وجعلهم الله عز وجل أحاديث يتحدث بهم الناس في مجالسهم، وكان يضرب بهم المثل فيقال: تفرقوا أيدي سبأ. فالكل يتحدث بما جرى لهم، ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال الله عز وجل فيهم: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار على المكاره والشدائد، يتحملها لوجه الله تعالى مؤمنا محتسبا، ولا يتسخطها بل يصبر عليها راضيا شاكرا. شكور أي شكور لنعمة الله تعالى، يقر بها ويعترف ويحمده تعالى عليها، ويثني على من أولاه بها ويصرفها في طاعته سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا صبارين شكارين حامدين ممجدين لك معظمين مثنين لك ربنا أن أنعمت علينا بالنعم، وأسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وأعنا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.